بدا المشهد دافئا في القاعة الرئيسية للمعارض بالبيت الروسي في القاهرة، معرض تشكيلي بعنوان في حب روسيا بمشاركة عشرات الفنانين تتنوع إبداعاتهم في التعبير بالريشة والألوان عن أجواء روسيا وتاريخها العريق. تعبير يعني ممزوج، يعني تشعر فيه بالمصرية لكن تشعر فيه انه انسان محب لروسيا. الدليل على كده حضرتك لما تبص هتلاقي في حاجات عن الكريملين، في حاجات عن السيد رئيس بوتين. طبعا اشكال من اشكال التعبير، يعني مش بيرسموا حاجة صورة شخصية او كده، لكن اشكال من اشكال التعبير المدن الروسية موجودة ومتواجدة. المعرض يأتي في إطار ملتقى رواد الفن التشكيلي في دورته الرابعة عشرة، حيث يشمل عدة محاور ما بين البورتريه ونحت الخشب والطبيعة. الطلبة الصغيرين دول احنا بننمي فيهم الحس الفني عشان يطلعوا شباب عنده وعي فني، عنده وعي ثقافي، يقدر يعبر عن أي مشكلة في المجتمع من خلال الرسم بتاعه داخل اللوحة اللي بيترجمها في العمل بتاعه. الاحتفال بمرور 80 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا فتح الباب أمام العديد من الفعاليات التي تؤكد عمق العلاقة على المستويين الرسمي والشعبي بين البلدين. ده بوتين رئيس روسيا، والصورة دي أنا كنت راسمها وهو لابس بدلة الجودو، وإن هو بتقول إن هو مقاتل يعني وشخصيته قوية، وبدلة الجودو بيضة من فوق زي علم روسيا وبتنزل على علم روسيا. هي دي الفكرة. الملتقى أيضا يضم جزءا من الخط العربي الذي يظهر جليا في تصميمات الخزف والخيامية والأخشاب، ما يؤكد عراقته وقيمته التاريخية. كل لوحة هنا تكشف عن رؤية مبدع، وحب روسيا يبدو جليا من خلال رؤى تعزز أواصر التعاون وتبني جسورا للتقارب. أحمد الأشقر، RT.